السلام عليكم. كي نقولوا ربيع نقولوا المبرجة. وصفة المبرجة ناجحة وتجي طرية وتجي هشوشة تسخف على البنات، ناجحة من أول تجربة. شوفوا طراوتها، شوفوا خفتها، وتجي هايلة. إذا عندي لهذا المبرجة واش نحتاج؟ عندي 6 كيلات شيشة متوسطة مع كيلة تاع ماكارين. نخليو قيس صباع هكذاك، نزيدو له الزيت حتى يتعمر هكذا، وزوج مغارف السمن. انا هنا الفيديو راح لي صوت بصح راح لي. نديرو مبشور الليمون ونديرو الملح. الملح على حساب الكونتيتي اللي درناها. ومن جهه واحده اخرى نحكمو هذاك المعجون تاعنا، حنا نقولوا له الغاس، ندير له القارص وندلكو مليح باش يولي طري. ندلكو مليح ونقسموه على زوج. انا هنا حندير البرجه تاع طبقتين. من بعد نجي هنايا نفرغ السمن تاعنا هذاك في الشيشه كيما راكم تشوفوا هكذا. نفرغو كامل ونقعد نحك بيديا باش الشيشه تاعنا تشرب كاع هذوك اللي دهن. هكذا نحكوها مليح حتى يتخلط كل يولينا كيف كيف. شوفوا كيف راني نحك فيها بصباعي، يديا تتحكم مليح، يعني ندخل في اليدين في الدقيق. اللي ما تقدرش دير بيديها تقدر تعجنها هكذا، ديرها في الفيتره وهي راهي تخدم. ومن بعد هنا نجي نبدا نعجن فيها وندير الماء. انا هنا ما نكيلش عيني، هي ميزان نكب هكذا نلايمها مليح. ندلك بك هكذا، ما نعجنهاش، لازم بطريقة الدلك فقط. شوفوا كيفاش راني بك ندخل في الماء في العجين، ما ندلكهاش. البنات اللي تحب الكيلة تقدروا الكيلة هذيك اللي كيلتو بها هاد الشيشة تقدروا ديروا، بصح ما تكبوهاش دقة واحدة، كبوا غير بشوية. خاطرش كاينه هاد الشيشة اللي تشرب، كاينه هاد الشيشة اللي ما تشربش. من بعد كي نتحصلوا هكذا على عجينة طرية وتولي بيضاء نخليوها ترتاح. من بعد نروحوا للغاز نقسموه على زوج. هذيك الشيشة العجين عفوا، العجين تاعنا نقسموه على 3. من بعد نهزو جزء وندلكوه، نديولها شوي ماء خاطرش خليتها ترتاح. هذه الشيشة تاعي شربت الماء، دونك نزيد لها الماء ونزيد نعجنها شوي. ماشي نعجنها، ندخلها في بعضها برك، ندلكها نلايمها. غير الرش برك بشوية. نجيبو وحدة فيهم ونقرصوها هكذا. هذيك اللي زدت لها الماء قرصتها على شكل دائرة، ومن جهة أخرى نجيب المعجون تاعي الغرس نحلو بهذه الطريقة دائرة.
نحطها هكذا ونزيد نعدلها باش يوليو قد قد، ونسكر هذوك التشققات ونعدلها مليح، نسكر لها ميم الحواشي اللي منا ومنا، نغطي هذاك الغرس ما نخليهش يبان، نهبط العجينة الفوقانية للتحتانية باش يتغطى هكذا. نزيدو نجيبو طبقة ثانية تاع الغرس، نزيدو ثاني نقرصو هكذا بطريقة دائرية على قد هذيك الأولى، ونزيد نحطها فوقها. ونهزها ونحطها فوق العجينة. ونزيد الطبقة الأخيرة تاع العجينة اللي قعدت لنا هذيك الثالثة، هذه هي الأخرى نفينيو بها ونسكرو بها ونسو بها هكذا، نعدلها مليح ونغطي كامل هذاك الغرس باه ما يبانلناش، نغطيوه على الحواشي ونعدلو لها الوجه تاعها من الفوق. هنا وليت جبت الحلالة، درت شوية بيدي ومن بعد جبت الحلالة وحللتها على شكل دائرة، جات كبيرة. شوفوا الله يبارك، بسم الله ما شاء الله. نقسموها مقروطات. انا هنا ما عنديش المول، درت بهذا تاع الكاطو ومن بعد قسمتها بالموس باش يجوني حبات صغار، وكل واحد يقطعها كيما يحب، اللي عنده المول تاع المبرشة يدير بيه. هذا هو الشكل تاعها. شوفوا كيفاه تجي، شوف الطبقات تاع الغرس كل طبقة وحدها، تجي من طبقتين تجي رائعة. هنايا طيبتها على المقلة، انا عندي هذه المقلة خليتها على المبردة، طيبتها على الجهتين، وهو الشكل تاعها النهائي تشوفوا فيه صحة التقديم. تجي أبن ورائعة جدا، خفيفة هشوشة حمرة طرية.